جوجل أخذت قرار مهم. من اليوم مستخدمي النسخة المجانية ما يقدرون يسوون صور قد ما يبون مثل قبل، يعني عدد الصور المجانية صار أقل. حسب كلام جوجل تقدر تسوي بس صورتين باليوم على نموذج نانو بنانا برو، وقبل كانت 3 صور. طبعا هالقيود مو ثابتة، تتغير كل يوم وممكن تزيد أو تنقص، يعني حاليا لازم نتعايش مع الوضع. وبرضو الموضوع ما وقف هنا. جيميناي 3 برو اللي ناس واجد كانوا متأملين فيه ما عاد يعطي 5 طلبات مجانية باليوم مثل قبل، بداله عطونا مستوى وصول جديد يسمونه Basic Access، يعني ممكن يوم يسمح لك بعدة طلبات ويوم ثاني ما تقدر تسوي ولا شيء. ليش اتخذوا هالقرار؟ جوجل تقول الطلبات زادت بشكل كبير والفواتر مضغوطة، ولهذا الأولوية الحين للمشتركين المدفوعين. إذا عندك AI Pro أو AI Ultra ما عليك خوف، الحد اليومي لك مثل ما هو 100 طلب أو 500، ما تغير شيء. واضح إن زمن الذكاء الاصطناعي المفتوح والمجاني قاعد ينتهي، والشركات تتجه لمصادر دخل مستمرة. إذا تستخدم هالأدوات بشكل يومي وجدي يمكن لازم قري تشترك. من اليوم صورتين مجانا فقط، ووصول غير مضمون لجيميناي 3 برو. إذا شغلك يعتمد على AI من جوجل هالتغييرات بتأثر عليك فعلا. وش رأيك؟ هل مستعد تدفع عشان توصل لنماذج أقوى؟ شاركنا رأيك، ولا تنسى تتابع القناة عشان آخر التحديثات.